بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي جميله طعمه هتعجبكم ان شاء الله، وهي الباستا فلورا بطريقه سهله وخفيفه. طبعا انا نزلت معايا باتنين بيضه، وطبعا اكيد 2 ورقه فانيليا. بحب اكتر الفانيليا عشان تبقى ريحتها جميله، وفعلا كانت ريحتها ماليه البيت بصراحه. ومعايا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، كلهم على بعض كده بالتقليب. اي حاجه، مضرب يدوي، مضرب يعني مضرب بتاع ده كهرباء عادي، مفيش مشكله. المهم ان احنا نقلب كويس ونمزجهم كويس مع بعض. طبعا نزلت ب2 معلقه كبيره جوز هند، حلو قوي برضو فيها، بيديها طعم حلو وريحه حلوه. ودي كوبايه ونص تقريبا دقيق، وزي ما تاخد افرض خدت اقل اكتر، احنا تبع ما تبقى العجينه معانا كويسه. انا في الاول باخد تلتين العجينه، طبعا تلتين، وبخلي التلتين بفرده كده في صينيه مدهونه سمنه طبعا. والدقيق كان فيه معلقه كبيره بيكنج باودر، كلهم على بعض كده. اما التلت التاني او المتبقي معايا من العجينه بحاول انزل عليه بمعلقتين دقيق، اخليه متماسك بالشكل ده. طبعا ودي مربى، هدهن وش الصينيه كده بالمربى. كتريها قلليها براحتك، انا عن نفسي يعني بحبها خفيفه عشان متبقاش مسكره جامد، فممكن لو حابه اكتر تحطي اكتر براحتك. ودي بقى العجينه المتبقيه معايا، هنزل بيها كده بالمبشره بالشكل ده، بحيث ان انا اغطي وش الصينية تماما. باقي العجينة هتبقى معايا بالشكل ده. مشغلة الفرن على درجة حرارة 170. طبعا نزلت بيها في الرف الاوسط وطلعت معايا بقت بالجمال ده. ايه رأيكم بقى؟ جميلة، روعة، جميلة جدا، وريحتها كانت فظيعة، كانت فعلا جميلة جدا. وحتى في الاكل تحس ان ليها ريحة جميلة. فبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كانت طعمة قوي وحلوة، وهي بسيطة ومكوناتها بسيطة جدا وسهلة برضو، نشتغلها في تقريبا 10 دقايق. فجميلة، ألف هنا وشفا اللي جرب، ويا ريت تجربوها بجد هتعجبكم بالمنظر الجميل ده. فعلا جميلة ودايبة والعجينة هشة ومبسوسة، لذيذة قوي بالفعل. وحبايبي، يا ريت ما تنسونيش اللي ما اشتركش ينورني باشتراكه في القناة واللايك والشير، عشان يوصل لكم مننا كل جديد بأمر الله. ودمتم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء.